انا عايز اخد الفرنتشر بتاعي معايا. طيب. كل مشكله وليها حل. الفكره ان احنا نفهم المشكله عشان نعرف نحلها. الفurniture بتاعك بيبقى حاجه من ثلاث حاجات. اول حاجه ان هو يبقى outdated. تاني حاجه ان هو يبقى different style. تالت حاجه يبقى من وجهه نظر الديزاينر مش حلو. اول حاجه يعني ايه اوت ديتد؟ يعني انك اشتريته من كام سنه والموضه بتاعته راح، وبالتالي على شكله الحالي مش هيبقى مناسب للديزاين الجديد. الحل هنا ايه بقى؟ بيكون ان احنا يا اما نغير القماش بتاع التنجيد، او ان احنا مثلا نغير لون الخشب، او حتى ان احنا نعيد استخدام القطع بشكل مختلف. تاني حاجه ان يكون الستايل بتاعه مختلف عن الديزاين المطلوب تماما، زي مثلا ان احنا عاملين الديزاين مودرن والعفش بتاعك كلاسيك. طب تيجي ازاي دي بقى؟ هي تيجي في الحاله دي بيكون في حلين. ممكن نزود elements مع العفش تليق مع ستايل مودرن، او ان احنا نخلي الديزاين نفسه فيه عناصر تليق مع العفش الكلاسيك. مع الاصح ان احنا نوصل لستايل اسمه نيو كلاسيك، زي ان احنا نوظف ان احنا نعمل ملوهات، نختار نوع نجف معين، فيبقى كانه حل وسط بين الاثنين. تالت حاجه بقى ان انا لما باخد الفurnish بتاعك اوريه للديزاينر من وجهه نظره بيقول ان هو مش حلو. مثلا يا جماعه مفيش حاجه اسمها مش حلو، في حاجه اسمها ميكس ستايلز. زي انك تكون اشتريت ترابيزه في 2010 واشتريت كنبه في 2018، فدي مش هتركب مع دي، ان دي جايه من ستايل ودي جايه من ستايل، جايه من ترندز في الوقت بتاع 2010، بعد كده 2018 جه ترندز جديده تماما. او ان المشكله تكون اصلا في النسب، وفي الحاله دي بنمسك كل قطعه وبنعمل ميكس اند ماتش، او ان احنا نشوف مساحه التعديل اللي مسموح بيها لكل قطعه. وطبعا ممكن في اسوأ الظروف ان احنا نستغنى عن بعض القطع عشان نحقق الشكل المطلوب. واحنا في الاخر بنعمل كل ده ليه؟ عشان نخليك تحتفظ بالحاجه اللي انت بتحبها ونوظفها باحسن شكل في الديزاين احنا ممكن نطلعه.